السلام عليكم يا خوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش عندك بارتنير او بيرلانغ ومخليها واقفه؟ اليوم غنوريك كيفاش تولي ديستريبيتور ديال لي بيسكوي او الماروخه وتدخل صالير ديال 20,000 درهم كل شهر. غنوريك كيفاش تشري السلعه بقل من الثمن ديال الجمله باش تبيع الحوانت بالثمن الجمله وانت رابح. وها فين تكري محل رخيص للتخزين وخا يكون قبر. حلو ودنيك، هذا الفيديو فيه الغفله ديال بصح. دابا غادي نشوفوا منين نجيب السلعه بقل من الثمن ديال الجمله. باش تبيع الحوانت وتربح خاصك تشري بالثمن تحت الارض. غادي نعطيك المنابع منين تجيب السلعه، وهاد المنابع اللي غادي نعطيهم لك واخا تخلصهم بالثمن ما غادي يعطيهم لك حتى شي واحد. وانا عطيني غير الدعوه ديال الخير في كومونتير. اول منبع هو الدار البيضاء، درب عمر وكراج علام. هادو هما القلب النابض. قلب على الشركات اللي كيديروا التصفيه الليكيداسيون او لي بروموسيون ديال الكراطر الكبار. في كراج علام كاين قصريه الشاويه والنواحي. هذه هي البلاصه رقم واحد ديال لي بيسكو والشوكولات في المغرب. كاين ديبوات ديال الحاج وبي حميد، كاينين جماله كبار تما معروفين بالسميات ديالهم الشخصيه. كيشريو ستوك كامل من الشركات بحال هيرنيس واكسيل وبيمو. فاش كيقرب يسالي التاريخ ديالهم ب4 شهور او 5 شهور وكيحطوه بثمن محروق. كاين شركه اومني بار، الموزعين ديالها هادو هما اللي كيشدوا الماركات الكبار. قلب على الموزعين الصغار اللي تابعين ليهم في درب ميلان، كيديروا تصفيه السلعه اللي بقات لهم في الكاميونات. درب عمر معروف فيه الشناقه الكبار اللي كيديروا التصفيه ديال السلعه المستورده ديال برا. كاين ديبوات ديال شركات تما كيجيبوا لي بسكويت من تركيا واسبانيا. فاش كتوصل شي كونتونير جديده كيبغيو يخويو القديمه وكيديروا التصفيه خياليه. كاينه قيصريه من جديه، كاينين تما محلات متخصصه غير في البروموسيون، كيشريو الفائض من الشركات الكبار وكيعاودوا فيه البيع بالجمله. دابا غادي نمشيو للمنطقه الصناعيه ديال عين السبع وتيطمنليل. هذه هي المصدر الحقيقي ديال دوك الجماله اللي في كراج علام. الا باغي تسبق الجماله ديال كراج علام خاصك تمشي لعين السبع. سول على الوزينات ديال موندوليز واكسيل وبيمو، تما كاينين لي ديبو الكبار. سولوا ديما بقى تسول على السلعه اللي فيها الدمج، يعني باكيه لاصقه فيها واحده اخرى، او السلعه اللي فيها التاريخ ديالها قريب يسالي، كتلقى مازال فيه 3 شهور او 4 شهور. هذه كتاخذها بقل من الثمن ديالها او بقل من الثمن باش كيبيعوا الجمله تما ب 20% او 30%. نصيحه من بيزوره باش توصل لهاد الناس، هبط بالبارتنر ديالك خاويه. فاش كيشوفك جمل عندك طوموبيل ومستعد تهز الكميه مثلا 50 كرتونه او 100 كرتونه، كيعطيك الثمن ديال التصفيه. ولا عندك الفلوس موجوده وطحتي في سلعه همزه كري كاميو وجمل كل شيء من عندهم وجيبوا ستوكيه في المحل عندك في الخزين. وتما بقى تسول على السلعه المضروبه باللغه ديال السوق. هي السلعه الكرتونه ديالها كتكون مقيوسه ولكن الداخل ديالها كيكون مازال نقي، هذه كطيح في الثمن ديال الهمزه. الوقت اللي تمشي فيه، الوقت هو كل شيء. احسن وقت تمشي فيه هو الصباح بكري مع 8 ونص، فاش كيبداو يلاه كيخويو الكاميونات. تما كيبانوا الهموز ديال بصح. وكاين الجماله الكبار لي كروسيست، هادو كيكونوا في مدن بحال فاس بن سوده او مراكش المسيره. الا شريتي الكميه ديال الباليطات كينقصوا ليك الروميز اللي كيبدا من 10% حتى ل 15%. دابا غادي نهضروا على المحل ديال التخزين اللي غادي دير، كيفاش خاصو يكون وبشحال غادي تكريه. ما تمشيش تشري محل في الشارع كبير ب 4000 درهم وانت باغي غير تخزن فيه. نصيحه من بيزوره، قلب على كراج في شي زنقه ميته او شي محل تحت الدروج غير صالح للتجاره. هادو كيكونوا رخاص بزاف، ما بين 500 درهم و 800 درهم. المهم هو يكون ناشف من الرطوبه وبعيد على الفار. هاد التوفير في الكرا هو اللي كيزيد لك في هامش الربح ديالك. كيفاش تغلب الشناقه وتبيع الحوانت؟ مول الحانوت كيبغي جوج حوايج: الثمن والانواع ديال السلعه تكون متنوعه. الا شريتي بقل من ثمن الجمله مثلا بدرهم فاصله 70 البياسه وبعتيها للحانوت بدرهم فاصله 85 وكان ثمن الجمله معروف هو درهم فاصله 90، انت رابح هو رابح. هما اللي الحوانت راك عارف راه يلقاك ناقص في ثمن الكرتونه غير 2 دراهم يبدل صاحبه ويتقدم من عندك نتايا، وهكا غادي تكسب كليان جداد. دابا غادي نعطيك افكار ذهبيه باش تزيد المبيعات ديالك. غدير لوفر، غتقول لهم شري 10 كراطن ونعطيك وحده فابور. هذا القالب كيجمد الكليان معاك، واخا ما يكونش غادي ياخذ 10 كراطن كيبقى يفكر غادي يربح كرتونه وكيشري من عندك. التنويع، ما ديش غير نوع واحد، دي هيرنيس ماروخه طونيك جميع الانواع ديال لي بيمو. وخلط الانواع لمول الحانوت حيت مول الحانوت كيبغي يتقدى كلشي من بلاصه وحده. دابا غادي نهضروا على المخاطر ديال هذا المشروع والقوالب ديال السوق. رد بالك من جوج حوايج. الحاجه الاولى هو الكريدي. هما الحوانت كيموتوا على شي حاجه سميتها الكريدي، وديك القضيه حتى ترجع. نصيحه من خوك بزوره، وبدا بالكاش. السلعه اللي تخرج فلوسها تدخل. الكريدي كيقتل الموزع الصغير، واخا تنقص في الارباح ديالك وبيع بالكاش. كاين مشكل ديال الحراره، البسكويت والشوكولات اللي كيذوبوا. الا كان الطوموبيل كتسخن بزاف، عزل السلعه اللي ما كتاثرش بالحراره في الصيف. اي حاجه فيها الشوكولات وغادي تذوب ما ديرهاش في الجو سخون. ولا الامور تيسرات والفلوس كانت موجوده، زيد الطوموبيل اخرى، زيد شي دوكير فريغو باش تخصص فيها لي بسكويت اللي كيذوبوا، ودير معك واحد اللي يسوق ديك السياره الثانيه ويوزع حتى هو، وها الخدمه غادا مزيان. دابا غادي نديروا عمليه حسابيه خفيفه. الا كنتي كتفرغ غير 50 كرتونه في النهار وبالربح ديال 10 دراهم في الكرتونه، وهذه اقل حاجه، راك غادي تدخل 500 درهم في نهارك. الا نقصتي منها 100 درهم ديال المازوت غادي تبقى لك واحد 400 درهم صافيه. هذا هو البيزنس الحقيقي اللي كيبدا صغير ويكبر. الا عجبكم هذا النوع من المشاريع على ارض الواقع، دير لايك وبارطاجي مع صاحبك اللي عنده طوموبيل ومخليها واقفه. كان معكم بيزور، نتلاقاو في همسه جديده وتهلاو.